يا ترى عمرك سألت نفسك ايه اللي ممكن يخلي شاب سليم ما عندوش اي مرض او اعاقة يقفل باب اوضته على نفسه ويقرر انه مش هيشوف نور الشمس ولا يتعامل مع اي انسان تاني لمدة ممكن توصل لعشرة او 15 سنة؟ والقصة هنا مش عن سجن حربي ولا عزل صحي، ده قرار هادي جدا خده شاب في اليابان وهو في سن المراهقة، لان المواجهة مع العالم بره بقت تقريبا مرعبة جدا بالنسبة له، واكتشف ان الأوضة اللي مساحتها تقريبا 4 متر أرحم بكتير من نظرات الناس وأحكامهم عليه. والمشكلة بقى إن دي مش حالة فردية، إحنا بنتكلم عن أكتر من مليون إنسان في اليابان عايشين نفس المأساة دي بالظبط. المجتمع بالكامل أطلق عليهم اسم هيكيكوموري، لكن لو هنسمي الأشياء بمسمياتها الحقيقية فهنسميهم ضحايا. ضحايا المجتمع طلب منهم إنهم يبقوا مثاليين وكاملين، ولما طبعا ما يقدروش يعملوا كده عاقبوا نفسهم بالغياب. والحاجة اللي تخليك تتجنن بجد إن في نفس البلد دي وعلى بعد شوارع بسيطة من الأوض الضلمة دي ظهرت ظاهرة تانية أغرب بكتير من اللي انتوا لسه سامعينها. أي إنسان في اليابان النهاردة يقدر بفلوسه يأجر أب يحضر معاه مناسبة مثلا، أو يأجر أم تقعد معاه كام ساعة، أو حتى يأجر زوجة تمثل الدور ده قدام قرايبه. يا ترى إيه اللي وصل مجتمع متقدم ومرفه للدرجة دي إن الناس فيه تقريبا بقت تشتري المشاعر والدفء الأسري كأنه مثلا سلعة من السوبر ماركت؟ وهل الرفاهية المادية الزيادة بتصنع إنسان سعيد ولا بتخلق أتعس وأوحد إنسان على وجه الأرض؟ ده بقى اللي هنحاول نفككه ونفهمه مع بعض في الدقايق الجاية، فيلا بينا نعرف القصة من البداية. كلمة هيكيكوموري بالياباني يعني الانسحاب أو العزلة، بس الكلمة دي طبعا بعد كده اتحولت لتشخيص طبي واجتماعي بيطلق على أي شخص بيقفل على نفسه ويقطع علاقته بالمجتمع لمدة بتزيد عن 6 شهور، لا شغل لا دراسة ولا أي تواصل مع بشر. في ناس منهم ما خرجوش من أوضهم لسنين طويلة جدا وعايشين على بالكامل على أهاليهم. الأهالي اللي اتعودوا مع الوقت إنهم يسيبوا صينية الأكل قدام باب الأوضة من غير أي كلمة، وكأن في حيطة إزاز ظهرت في البيت بقت أتقل من الحيطان الحقيقية. وعلشان نفهم أكتر تعالوا ناخد حالة وثقتها التقارير لشاب كان اسمه تاتسو هيكو. الشاب ده كان عنده 16 سنة، متفوق جدا وعيلته دايما بتتباهى بيه، حتى أصحابه كانوا بيحسدوه على ذكائه. وفي يوم عادي جدا الشاب ده اتعرض لموقف محرج بسيط وتنمر خفيف كده من زمايله في المدرسة. الموقف ممكن يحصل لأي مراهق وينساه تاني يوم، لكن في عقل تاتسوهيكو الموقف ده كان دليل قاطع انه فاشل وان صورته المثالية دي مجرد وهم وهينكشف قدام الكل بعد كده. وتاني يوم ما راحش اصلا المدرسة. الاسبوع اللي بعده بطل يخرج من اوضته اساسا الا بس لو رايح الحمام. وبعد 3 سنين الشاب ده تقريبا كان نسي شكل الشارع ونور الشمس. والسر النفسي هنا ان الشاب ده ما كانش بيهرب من زمايله، ده تقدر تقول انه كان بيهرب من فكرة انه مش كامل. ودي بالظبط البذرة اللي بتكبر منها ظاهرة الهيكيكو موري. المجتمع الياباني يا صديقي تقدر تقول انه بيقدس حاجة اسمها المنظر العام او صورتك الشخصية قدام الناس. الطفل من صغره بيتربى على ان اي غلطة او فشل مش بيمسه هو شخصيا وبس، ده كمان بيفضح العيلة كلها وبيكسر صورتها قدام الناس. ضيف على ده بقى نظام تعليم شرس جدا بيخلي طفل عنده 10 سنين يشيل هم امتحانات الجامعة. وطبعا لما دخلت السوشيال ميديا الكارثة بقت أكبر بكتير. الشاب ما بقاش بيقارن نفسه بزميله في الفصل وبس، ده كمان بقى بيقارن نفسه بملايين الصور الفيك على انستجرام وتيك توك، ناس شكلها مثالي حياتها ناجحة ومفيش عندهم أي غلطة. هنا الشاب بيحس بالعجز التام، بيحس إنه مستحيل يوصل للكمال اللي هو شايفه، فطبعا بيختار الحل الأسهل، أنا هختفي من الدنيا علشان ما حدش يشوف النقص اللي عندي. يعني تقدر تقول إن العزلة دي لا هي كسل ولا دلع، ده يعتبر استسلام لضغط مجتمعي حط معايير مستحيلة جدا، والسوشيال ميديا كبرتها لحد ما الموضوع بقى يخنق فعلا. وفي نفس البلد دي برضو اللي شبابها هربانين من الناس ظهرت تجارة جديدة لانج بتلعب على نفس الجرح ونفس النقطة. في طوكيو دلوقتي في شركات مرخصة لتأجير العائلات. متخيل حد يأجر عيلة؟ النظام بسيط جدا، تدفع مبلغ محترم يجي لك ممثل محترف يلعب دور أبوك مثلا في حفلة تخرجك، أو واحدة تلعب دور أمك يوم فرحك، أو حتى زوج يجي يزورك انت وعيالك كل ويك اند علشان يملى فراغ شخص مش موجود.
ومن الحالات اللي قريتها وبجد توجع القلب جدا في الموضوع ده، بنت يابانية أمها سابتها وهي طفلة صغيرة بسبب ظروف قاسية أو حاجات خاصة بيها. البنت دي كبرت جواها غضب وفراغ كبير جدا تجاه أمها، ولما كبرت لجأت لحل غريب. راحت أجرت ست كبيرة من الشركات اللي احنا اتكلمنا عنها علشان تمثل دور أمها، تحضر معاها مناسباتها وتحسسها ولو لساعات بسيطة إن في حد خايف عليها وفرحان بيها. والمفارقة اللي تبكي بجد هنا إن البنت طلعت في لقاء وقالت إنها كانت عارفة طول الوقت إن الست دي بتمثل ومش أمها الحقيقية، بس طبعا هي اختارت إنها تعيش في الكذبة دي علشان بتديها شوية دفى أرحم من الفراغ البارد اللي كانت عايشة فيه وهي لوحدها. الإنسان لما بيتخنق ممكن يرضى بمسرحية الحب، أحسن طبعا ما يعيش من غير حب أصلا. الشركات دي تقدر تقول إنها نجحت لأن اليابان بتعاني من أعلى معدلات شيخوخة وأقل معدلات جواز وخلفة. الشباب هناك مطحونين في الشغل لساعات مرعبة، بيرجعوا بيوتهم منفصلين جسديا ونفسيا، ما عندهمش طاقة إنهم يبنوا علاقات حقيقية، محتاجة وقت وصبر ومجهود. فطبعا الشركات دي قدمت لهم الفاست فود بتاع المشاعر، حب من غير أي التزام وعيلة من غير أي وجع دماغ. بس طبعا زي أي فاست فود بيسد الجوع لحظتها، لكن بيسيب فراغ ومرض أكبر بعدها. يعني نقدر نقوله بصراحة كده إن الظاهرتين دول سواء إذا كانت عزلة الشباب أو تأجير العائلات هما وجهين لعملة واحدة. الأول هرب من الناس علشان خايف إنه ما يكونش مثالي في عينيهم، والتاني بقى اشترى ناس فيك علشان ما عندوش طاقة إنه يبني علاقات حقيقية أو حتى يوجع دماغه أصلا. السبب في الحالتين واحد، المجتمع ده تقدر تقول إن شال من حساباته الإنسانية والرحمة وحط مكانهم معايير مادية بحتة، يا إما كفاءة وإنجاز وشكل مثالي، يا إما سرعة وإنتاجية ما بتسيبش وقت للناس إنها تقعد مع بعض. طبعا الكلام ده ضد طبيعتنا كبشر وضد الفطرة اللي اتخلقنا عليها. إحنا مش مكن مطلوب مننا إنه ما يغلطش، وإحنا مش روبوتات كمان علشان تكفيها علاقات مدفوعة الأجر. إحنا اتخلقنا علشان نغلط ونتعلم، علشان نلاقي حد بيحبنا برغم عيوبنا، مش علشان إحنا كاملين، لأن أصلا مفيش إنسان كامل. وطبعا حل كل المشاكل دي لا في التكنولوجيا ولا في الفلوس، الحل في 3 حاجات بسيطة نسيناها في زحمة الحياة. أولا إننا نقبل نقصنا وعيوبنا كجزء من بشريتنا، مش كفضيحة ولازم نستخبى منها. نرجع نبني علاقاتنا الأسرية بالوقت الحقيقي والقعدة الحلوة، مش باللايك والكومنت والصور الفيك. والأهم بقى من ده كله إننا نرجع نتصل بربنا وبالجانب الروحي، لأن يقينك إن في إله بيحبك وبيقبلك وبيرحمك برغم كل ذنوبك وعيوبك هو أعظم علاج نفسي عرفته البشرية كلها. تخيل بقى إننا عايشين في عصر معانا فيه موبايلات توصلنا بأي حد في العالم في ثانية واحدة، بس في نفس الوقت بنعاني من وحدة ما حسش بيها أجدادنا اللي كانوا بيبعتوا لبعض جوابات بالبريد. معانا آلاف الأصدقاء على الفيسبوك والتيك توك، بس ممكن تعيا وتقعد في السرير لأيام طويلة ومفيش صاحب منهم حقيقي يخبط على بابك ويطمن عليك. هل دي فعلا الرفاهية اللي كنا بنحلم بيها، ولا ده مجرد توهان وضياع احنا أصلا مش حاسين بيه؟ طبعا الكلام ده مش عن اليابان وبس، ده ممكن يكون عني وعنك وانت ماسك موبايلك دلوقتي وبتتفرج عليا. يا ترى امتى آخر مرة قعدت فيها مع حد بتحبه من غير موبايلات، من غير شاشات، قعدة حقيقية ما فيهاش أي تشتيت؟ فاكتب لي في الكومنتات بصراحة، هل بتحس أحيانا إنك عايش في أوضتك المعزولة حتى وانت وسط أهلك وناسك؟ أشوفكم في الفيديو الجاي، سلام.